ان رز السمك بصل ورز وبس، يبقى لسه معرفتوش الطريق لاهم طبق على السفرة البحرية. عارفين ايه اللي بيخلي الصيادية بريمو؟ الصبر على البصلة لحد ما توصل للون البني من غير ما تتحرق ويبقى كمان متكرمل. النهاردة هنعرف نعمل مع بعض رز مفلفل واخد ريحة البحر ولون يفتح النفس من غير اي الوان صناعية، والطبيعي دايما بيكسب. اهم حاجة نصلي على النبي ونروح نشوف الطريقة مع بعض. زي ما حضراتكم شفتوا كده في اول الفيديو، بنسيب الحلة تسخن جدا جدا ونحط البصل من غير اي مادة دهنية لحد ما يدبل، وبعد كده ننزل بالزيت ونقلب كويس جدا جدا. كل شوية بنقلبه علشان ايه؟ البصلة تتكرمل معانا، وبعد كده ننزل برشة سكر بسيطة لحد ما البصل يتكرمل معانا ونوصل للون البني اللي بنشوف الرز بيكون تحفة جدا بالظبط بالمنظر ده. كده وصلنا للون اللي احنا مطلوب اللي احنا عايزينه. بننزل بقى بمية مغلية ونحط التوابل ونسيبهم يغلوا مع بعض علشان البصل يشرب من التوابل، والمية كمان تبقى فارت كده وتبقى طعمها تحفة على الرز. بنحط ملح وفلفل اسمر بس. والسر اللي انا بعمله بيخلي الرز زي المطاعم بالظبط هو رشة بسيطة من الكركم. رشة الكركم دي بتودي اللون في حتة تانية والطعم بيكون في حتة تانية بجد. اهم حاجة نغطي عليه ونسيبه يفور مع بعض، وبعد كده بنغسل الرز كويس جدا وننزل عليه. الرز بيكون متغطي بالمية عقلة صباع، ونغطيه كويس ونسيبه ما يستوي. اهم حاجة الصبر على البصل وان احنا ما نخليهوش يمرر معانا. واهم حاجة تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اجمعين.